يا بلال تعال واصعد على الكعبة واخرج فوق ظهرها وارفع بصوت الأذان تسمعه مكة لأول مرة. فأراد بلال أن يصعد على الكعبة لكن الكعبة طويلة، فقال يا أبا بكر ويا عمر اقتربا، اصعد يا بلال، ضع رجلك اليمنى على كتف أبي بكر ورجلك اليسرى على كتف عمر واصعد على ظهر الكعبة. وهذا المشهد يراه الناس كلهم، ويصعد رضي الله عنه وأرضاه. يقول هشام بن الحارث أحد كفار قريش والله إني لتمنيت أنني في بطن الأرض ولا أرى هذا الغراب، يقصد بلال ينعق على ظهر الكعبة. فنظر النبي إلى بلال في هذا المشهد المهيب وقال والذي نفسي بيده والله الذي لا إله غيره إن هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله يا بلال إنك اليوم عند الله أعظم وأشرف منها. أذن يا بلال. ويتقدم أبو سفيان يقول العباس قلت له اذهب وادخل في الإسلام. قال هل يقبلني محمد؟ قال محمد يقبلك إن أقبلت صادقا. يقول وقلت وإن لم يقبلني؟ قال إن لم يقبلك فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف. قال وماذا قالوا؟ قال إن يوسف قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول فوقفت عند رسول الله أبو سفيان والناس ينظرون، فوقفت على يمينه فما التفت إلي، وجئت عن شماله فما التفت إلي، فوقفت في وجهه فقلت يا محمد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأنزل النبي رأسه قال يا محمد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقول وأنا ألتفت على العباس والعباس يشير لي أكمل، يعني كلم وحدث. قال يا محمد